السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي. الجو بقى حر كده ومحتاجين سندوتشات تفتح النفس، ولا عايزين ناكل لحوم ولا حاجة. تعالوا نعمل مع بعض الطعمية السوري على اصولها، مع شوية تكات مصرية هقول لكم عليها واحنا شغالين مع بعض. الطعمية سهلة قوي. هجيب حمص هنقعه قبليها ب24 ساعة. عندي خضرة مشكلة، عندي بصل، وعندي فصوص توم، وحطيت قرن فلفل حامي، وهي دي التكة المصرية. بعد كده ضربت الحمص حلو قوي قوي في الكبة زي ما انتوا شايفين، هو سهل جدا عشان منقوع ب24 ساعة. بعد كده حطيت في الكبة الخضرة المشكلة، بصل، فلفل، وضفت كمان هنا التوم، بس معلش ما تصورتش المشهد ده. بعد كده ضفت الخضرة فوق الحمص وقلبتهم بايديا كده مع بعض حلو قوي. وبعد كده اديتهم ضربة كمان في الكبة. هنا بقى عندك عايزة تقلي في نفس الوقت، خلاص تمام، حضري الزيت ومعلقة والسمسم والكزبرة. خلي بالك ان الطعمية بتاعتي دي انا شلتها في الفريزر من غير اي توابل عشان ما تغيرش لونها. لما بطلع الكيس بضيف ملح، كمون، كزبرة ناشفة. هي دي الطريقة. الطبق ده طبعا هنعمله هنقليه مع بعض وهوريه لكم. وجبت باقي الطعمية وعبيتها في اكياس زي ما انتوا شايفين، لونها خطير جدا. ايه هي التركة المصرية؟ التركة المصرية ان الطعمية السوري الاصلية ما فيهاش كمية الخضرة دي، بتكون فاتحة جدا. ده الشكل بعد ما قليتها. حطيت جنبها هريسة شطة، شوية حاجات كده حلوة عشان نحشي السندوتشات معانا. تحفة جدا، ما شربتش الزيت. وحطيت عليها سلطة هنا، عيش شامي، عيش بلدي اللي يريحك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وشير ودعوة حلوة من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.